السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفيديو أول ظهور للأميرة لالاء خديجة بعد وفاة جدتها ليلى لطيفة في أيام عيد الأضحى المبارك، وتكشف مفاجأة صاعقة لأول مرة ستهز المغاربة. شاهد ماذا قالت. ولكن قبل البداية أرجو منكم جميعا الدعاء بالرحمة والمغفرة للأميرة لالاء لطيفة، والإعجاب بهذا الفيديو، وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بكل حزن وأسى انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلى لطيفة إلى عفو الله ورحمته، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وجدة مولاي الحسن ولالاء خديجة، وذلك يوم السبت 29 من يونيو 2024. وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورا للأميرة لالا خديجة وهي تظهر متأثرة لرحيل جدتها ليلى لطيفة، ورافقتها بعبارة حزينة جاء فيها: جدتي، لقد حرمنا فراقك الحياة السعيدة، لقد كان رحيلك بمثابة أقدار، خطفت منا أرواحنا، ولم تبقى لنا غير الأجساد وأرواحنا معك، وقلوبنا تلهث بدعاء لك، وعيوننا تجهش بالبكاء دائما. رحمك الله يا قطعة من أجسادنا، وسأظل أدعو لك يا جدتي، لعل دعوة مني تفرح بك وأنت في قبرك حبيبتي. اللهم ارحم جدتي الغالية واجعلها في بطن القبر مطمئنة. وفي النهاية شاركونا رأيكم حول هذا الموضوع، الحدث الأليم والحزين على الشعب المغربي، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم جديدنا. شكرا لكم.